هل تستطيع إيران أن تتخذ قرارا يخص العراق تحديدا بأنه ترك العراق لحاله وعدم إجبار والضغط على الفصائل العراقية أو بعض القوى السياسية العراقية من أجل ضرب على اعتبار أنه سمعنا دكتور اياد قال أن الحكومة ما مسيطرة والواضح فقط هم الفصائل متخذين قرار الحرب والسلم. أعتقد من سيطر في حرب غزة وحرب 12 يوم هو كان عدم حاجة إيران لمعونة هذه الفصائل. هل تستطيع الآن بحكم الجوار بحكم يعني في قرار أن يعني تحفظ العراق هيبته وسيادته وتطلب من الفصائل تهدئة الأمور في العراق؟ عزيزي، نحن لم نطلب من الفصائل العراقية أن تدخل في هذه الحرب ولا طلبنا من اللبنانيين ولا من اليمنيين، ومنذ بداية الحرب قلنا بأننا نستطيع أن ندافع أنفسنا بأنفسنا. لكن هذا الأمريكي هو من أدخل العراق وجعل العراق ساحة لاستهداف إيران. الطائرات الأمريكية تسرح وتمرح في الأجواء العراقية وتضرب إيران من الأجواء العراقية وتضرب الفصائل وتضرب السيادة العراقية. هذا الأمريكي هو من يضرب هذه السيادة وليس إيراني. أعتقد بأن الأمريكي حينما يتصل الرئيس ترامب بالأكراد عليكم أن تدخلوا في هذه الحرب وما إلى ذلك، لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، إنما يتحدثون عن الفصائل الشرفاء الذين يدافعون عن بلدهم أمام هذا الاقتحام الأمريكي الإسرائيلي لأجوائهم كل يوم. أعتقد بأن السيادة يجب أن لا تفصل. أمام الإيراني يكون هناك سيادة، وأمام الأمريكي لا نتحدث بهذا الحديث أبدا أبدا. لذلك أعتقد أن الأمريكي هو الذي أقحم الجميع في هذه الحرب، كما أن في لبنان إيران عندما تواجه أمريكا وتواجه إسرائيل في هذه الحرب. هذا قرار دولة. لم يدخلوا للدفاع عن سيد محمد، إيران عندما تواجه أمريكا وإسرائيل هذا قرار دولة، قرار حرب وسلم، قرار دولة. الآن الدولة العراقية تعترف ووصفت الأعمال التي قامت بها هذه الفصائل بالإرهابية، لكن ما تستطيع يعني الفصائل خاطفة قرار السلم والحرب دفاعا عن إيران. ولا شنو يعني الفصائل العراقية تضرب الكويت مثلا؟ أنا لا أريد أن أتحدث بالموضوع العراقي. العراقيون أنفسهم يعرفون ماذا سيفعلون وليس لنا علاقة بهذا الموضوع. إنما ما أقوله بالشأن العراقي هو بأن هناك ثلة مجاهدة في العراق لا تتقبل بأن يكون هناك وجود أمريكي، وهذا حصل في البرلمان العراقي بأنهم يريدون طرد الأمريكي من العراق، لكن للأسف الشديد لا يحصل هذا. الأمريكي جاثم على صدور العراقيين ولا يستطيع أحد أن يخرجهم من العراق. لكن إذا خرجت ثلة مجاهدة في العراق تقول لا